إمبابي يسير على خطى رونالدو، اللاعب الأقرب لارتداء القميص التاسع في ريال مدريد. موعد انضمام ماستانتونو إلى تدريبات ريال مدريد الجماعية. ماستانتونو سيرتدي الرقم غير المحظوظ في ريال مدريد، دائما ما يمنح تغيير الرقم للاعب نجم دافعا نفسيا جديدا، حيث تتولد آمال بأن سحر الرقم سينعكس إيجابا على أدائه، على الرغم من أن مبابي قد شرف القميص رقم 9 بأفضل طريقة ممكنة بتسجيله 44 هدفا في 95 مباراة، إلى جانب فوزه بلقب هداف الدوري والحذاء الذهبي. فإن غياب الألقاب الجماعية الكبرى ترك لدى جماهير ريال مدريد شعورا بأن الفرنسي لا يزال قادرا على تقديم المزيد. لذلك لم يكن مفاجئا أن تحقق قميصه الجديد الذي يحمل الرقم 10 مبيعات هائلة منذ اليوم الأول لطرحه. لقد رأيت هذا من قبل مع كريستيانو رونالدو دون أن أقع في فخ المقارنات الخطيرة أو المجحفة. النجم البرتغالي بدأ موسمه الأول مع ريال مدريد بالقميص رقم 9، لأن الرقم 7 كان لا يزال ملكا للأسطورة راؤول عن جدارة. حينها أنهى كريستيانو الموسم ب33 هدفا، لكنه لم يحقق لا الدوري ولا دوري الأبطال ولا كأس الملك، تماما كما حدث الآن. في الصيف التالي رحل راؤول إلى ألمانيا ليستعيد كريستيانو رقمه الأسطوري 7 وينطلق في مسيرة مذهلة. أما مبابي الذي لطالما اعتبر كريستيانو قدوته الأولى، فقد يسلك المسار ذاته ويربط نجاحه بالأرقام، ومن هنا يبدو خياره بالحصول على الرقم 10 الذي حمله أسطورة بحجم لوكا مودريتش، اختيارا موفقا بكل المقاييس. مبابي أصاب الهدف بدقته المعتادة. الرقم 10 يليق بلاعب من طراز 10. ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن النجم البرازيلي الشاب إندريك يعد المرشح الأبرز لارتداء القميص رقم 9 في صفوف ريال مدريد خلال الموسم الجديد، بعد أن أصبح الرقم شاغرا بانتقال كيليان مبابي إلى ارتداء الرقم 10. وأشارت الصحيفة إلى أن الوافد الأرجنتيني الشاب ماستانتونو من المنتظر أن يحصل على القميص رقم 16، في حين بات الرقم 9 متاحا لإندريك الذي ينظر إليه كأحد أبرز المواهب الهجومية القادمة في أوروبا. أوضح الصحفي رامون ألفاريز أن الوافد الأرجنتيني الجديد فرانكو ماستانتونو القادم من ريفر بليت سيصل إلى مدريد في نهاية هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يبدأ تدريباته بشكل منفرد حتى 14 من أغسطس، وهو الموعد المحدد لتقديم اللاعب. وأشار ألفاريز إلى أن اللاعب سينضم إلى التدريبات الجماعية بمجرد بلوغه 18 عاما في اليوم ذاته، وفقا للوائح الاتحاد الأوروبي التي تنظم تسجيل اللاعبين القصر. يستعد الوافد الجديد فرانكو ماستانتونو لبدء رحلته مع ريال مدريد وسط تحديات مبكرة، أبرزها ارتداؤه الرقم 16 الذي يصفه بعض مشجعي النادي بالمشؤوم، نظرا لفشل العديد من لاعبيه السابقين في تقديم مستويات مميزة وهم يحملونه.